صباح الفل مساء الفل من اي مكان وفي اي زمان. منورين يا جماعه عادتنا. النهارده بقى القعده قعده محليه، يعني الحلو كله الكره اللي احنا بنحبها هنا في مصر ومحدش تاني بيحبها غيرنا. هنتكلم بقى عن الاهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا وماتش السوبر اللي جاي، ايه اللي حصل في الفتره الاخيره بين الاهلي والزمالك. معاكم رضوان ماركو وحبيب. ايه يا جماعه ايه الاخبار؟ ايه الاخبار يا مارك؟ ازيك يا بردوين؟ عامل كله ايه؟ زي الفل. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ نساني يا احمد. دخلتنا في الحلقات اللي انا ما بحبهاش. لا بص بقى، انا بعشق الكره ده المحليه. متعته يا عم. انا مفيش ماتش، يعني يمكن عايز اقول لك ان انا بحب المحلي اكتر بكتير من الاوروبي. انت ومارك كده نفس بكتير طبعاً، بكتير. طبعاً. بص، مع ان احنا ما عندناش كوره، مم. بس في بجد حاجات بره الكوره ممتعه فشخ. يعني بره بيلعبوا كوره، هو بره مهتمين بالكوره بس. دي حقيقة. هنا لا، احنا مهتمين بكل حاجه الا الكوره. ما تنساش مم. نفسك يا حبيبي، عايز اقول لك بس. لا مش بنسى نفسي، انا لا بس عايز بجد، هو اوجه إحنا- كلمه للجمهور ان انتوا فعلا من الناس، ماركو ورضوان من الناس اللي هي بتتابع المحلي قوي. يعني لا. فكره ان احنا الاهلي مثلا كان بيلعب ماتش تقريبا مع كهرباء اسماعيليه، ده كان قبل تلاقي- التوقف، ده كان قبل التوقف. لا رضوان بيتفرج على الماتش كامل كان وبيكمله بيقعد كله يحاول. ويتصل بماركو وحصل ايه في الماتش. مش الدرجات يعني، انا متابعتي برضو اقل منهم في المحلي في حته ان لا بروح الماتشات المهمه بس. لا انا لو الاهلي مم. بيلعب معايا ماتش وانا عارف ان مارك برضه لو الزمالك بيلعب، مش مهم اي ماتش اوروبي حتى لو مين. حلاوتكم في كده بقى. الأهلي- مش إحنا الزمالك عشان عليه كده- بس، انا لو في وادي دجله والمصري ولا بالظبط بتفرج عليه يعني. اه. ابقى متحمس وانا بتفرج عليه، انا عادي، يعني مش مشكله. ما هي فكره انا متحمس دي، يعني ما ربنا أنا- يعينكم عليها يعني. لا هو ده اللي بقول لك عليه دي والله، الحلاوة. لان السسبنس في الكوره دي المصريه حقيقه. ملوش علاقه بالكوره. يعني انت بره الناس فعلا مهتمه بالكوره بس، مم. احنا هنا مهتمين بكل حاجه بره الكوره. عندنا بكتيريا. دي مش لا كورة. متعه بقى، لا، انت كورة ايقافات والله. واتحاد كوره واتحاد وفضلات. ورابطه ومشاكل. ما انا بحس آه. بقى المتعه هنا دي متعة فعلا بقى. مش في الماتش. لا بعد الماتش لما تروح بقى على ابراهيم فايق والبرنامج واللي حصل فيه والكلام ده. لا اي تحس حاجه بره إن- الكوره متعه أيوة. الصراحه. وفي متعه جايه بقى السوبر بقى. احنا داخلين على السوبر. السنه دي بيتلعب بطريقه مختلفه، ان هو بيبقى 4 انديه. انا بيتهيألي الطريقه دي كانت بتتعمل في الدوري الاسباني قبل كده. ولا واتعملت السنه اللي فاتت وقبلها. مين بقى اللي هيلعب في ال4 انديه دول؟ مين اللي هيبقى المتواجدين؟ الاهلي أول ماتشات؟ والزمالك سيراميكا وبيراميدز. وسيراميكا وبيراميدز. الماتش ده هيتلعب في مصر ولا الامارات؟ لا، لا الإمارات. الامارات مجمعه كالعاده. واظن مين سهل. هيواجه مين؟ احنا هنلعب سيراميكا والزمالك هيلعب بيراميدز. ماشي. طب دي حاجه حلوه نتكلم عليها يعني. دي حاجه مش بالمناسبة. حلوه. دي حاجه مش حلوه. انت خايف ولا ايه يا مارك؟ ما تجيبوا سيراميكا طيب. هاتوا سيراميكا، خدوا بيراميدز. انا عايز بيراميدز انتوا صراحة. شداد مع بعض. لا عايز بيراميدز يا عم ما عشان- تقولش عايز بيراميدز. لا عايز بيراميدز يا والله، عم بقى عشان اعوض بس اللي حصل تعوض الماتش ايه اللي وتنيل فات. ايه يا عم؟ لا اعوض بس ايه اللي اللي حصل هو الماتش انت اللي فات؟ بتتكلم ليه؟ ايه اللي حصل هو انت الماتش مش اللي تاكل على عينك يا ابني؟ ما انت بتتكلم ما انت ليه؟ واكل عينك منهم برضه. انت مالك انت إيه؟ مالكش دعوه، انت شفت؟ هي دعوه بيك انت. عشان انت قلت انا عايز اواجه بيراميدز. انا عايز اقابل بيراميدز، ما عنديش مشكله. طب انا عايز اقابل الاهلي عشان ما انت تكسبش. خايف. طب انا عايز اقابل الاهلي، عايز الاهلي. تلعب سيراميكا. انا خايف من بيراميدز. انا عايز العب بقى سيراميكا بصراحه. بيراميدز تقريبا دلوقتي كانت واخده لسه كاس العالم بتاع كاس القارات 3 ده. قارات كانت كاسبه الاهلي السعودي ده. اللي خلي ماتش بالك اتفرجت سبحان عليه. الله، الناس دلوقتي بقت شايفه ان كاس 3 قارات حلو وجميل. السنه اللي فاتت الاهلي خدها يعني عندي سؤال. وقللوا من البطوله مين وكده. اللي محدش شايفين قال البطوله. اه محدش انت تابع مش البطوله دي شايف مين اصلا. يعني؟ مش شايف حد يعني انت عندك طب بيراميدز خلاص. دلوقتي بياخد افريقيا اه. وواصل انا اصلا ما اعرفش هم واخدين ايه لغايه دلوقتي في خدوا نص القارات وربع القارات والهبل والسوبر ده كله. افريقيا لسه كاسبين سوبر افريقيا. اصلا ما حدش عارف القصه دي. احنا موضوع هنا في مصر، انت ده كانها فرقه ما بتلعبش هنا. مش فارقه فعلا. مش ما فارقة. بالنسبة لا مظلوم اعلاميا بجد. ايوه مظلوم طبعا. إعلامياً. بس ده فمين اللي طبيعي. بيقولوا بقى انها واخده نص القارات؟ بس الكلام ده بس كله. خلي بالك ده طبيعي ان هم مظلومين عالميا. انا شايف ان ده طبيعي عشان جماهيريه. اه الجماهيريه اقل بكتير يعني. بس خلينا قبل حاجه نبدا بقى بملخص، بما اننا دي اول او تاني حلقه لينا في المحلي وكان في توقف دولي. خلينا نبدا بقى باللي فات كله. يعني انت هتكلمني يا مارك بقى في الاول على الزمالك. ايه اللي ترتيبه فين في الدوري لحد دلوقتي؟ انت هنبتديها بالاول كلاشيه لا والله كده، مش لا، مش عايزين كلاشيه، لسه انا هنبدأ مع بضحك بعض. عادي. انا افتكرت حاجه بس. الفجر بيضحك، هو اصلا مش الاول على الدوري وبيضحك. لا افتكرت بس حسين الشحات عمل ايه يا عمي في النادي ده. يعني كمل. يعني تقول لي اهم الماتشات اللي لعبتوها، وصل لحد فين، ترتيبكم في الدوري لحد دلوقتي كام؟ أيوة. ايه اللي وقعتوا نقاط قدام مين؟ الكلام ده اديني ملخص ماشي. سريع قبل ما نخش على سريعاً كده؟ السوبر. استنى بس يخلص ده. انا عارف الحلقه دي مش هتعدي على خير، لما فاهم؟ نخلص طول ما انت قاعدين جنب بعض مش هتعدي على خير. لا كمل بص، الزمالك دلوقتي الخامس حاليا، تمام؟ الخامس، ليه فرق ماتش. ليه ماتش يعني. لو كسبه هيبقى الثالث تقريبا، بس هي مش دي القصه يعني. القصه ان هو الزمالك خرج ماتش الاهلي، لان هو دي ليه مشاكل مع مدرب قويه جدا جدا جدا. خرج ماتش الاهلي عنها دي. الزمالك تعادل 3 ماتشات وخسر ماتش. تعادل ضد المقاولين، المحله والجونه. 3 فرق تحت بالنسبه لي يعني. هو الزمالك مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو ما يعرفش يلعب كوره مع فرقه بتدافع عادي. هو الزمالك كوره يانيك فريرا، ان هو انا هباصي وهستحوذ والكلام ده كله وهطلع بالكوره سنه سنه. طب لو انت الفرقه اللي عندك اوريدي قدام متكتله دفاعيا، هتعمل ايه؟ انا هنا عطلت بقى. المدرب عطل في القصه دي خالص. مش عارف يعمل اي حاجه، لان هو كل لعب ان انا هستحوذ وهعمل اطلع بالكوره.
الفرق اللي قدامك هتبقى فعلا لو انت جاي يعني الثلاث ماتشات او ماتشين منهم بما فيهم ماتش وادي دجله وماتش الاهلي، الزمالك هو اللي بيبدا بالاجوان. تمام بيبدا 1-0. فانت قصاد الفرق الضعيفه انت مستني منها انها تفتح وتهاجم عشان تتعادل. لا، الفرق الضعيفه لسه واقفه في منطقه جزاء ولسه بتدافع. انت بقى فكرتك ايه؟ انت بنعمل بنفس الاسلوب بنفس الريتم هادي جدا، هتستحوذ على الكوره وهتباصي وهتعدي الوقت ومفيش اي خطوره خالص. الصح ان انت جبت جون يعني هتحميه بجونين او 3. لكن هو مدرب الزمالك ما بيعملش كده. قدام الجونه تقريبا نفس القصه، وقدام المحله نفس القصه تقريبا، والاهلي جاب جون ورجع، والمقاولين في ماتش فيه خلص 0-0 يعني. بس قصدي اقول لك ان هو قدام الفرقه الضعيفه ما تستناش ان انت لما تجيب جون الفرقه اللي قدامك هتفتح فانت هتلعب على الكاونتر اتاك. ده مش هيحصل قدام الفرقه الضعيفه، لان هي لو دخل يعني لو استقبلت جون في الاول هي لسه هتدافع زي ما هي مش هتخلص يعني. هي مش عايزه الماتش يخلص 6-7، فهي لسه هتلعب بنفس اسلوبها ولسه هتدافع وهتلعب على الكاونتر اتاك. فانت دورك ان انت تجيب الثاني والثالث. هو ما بيعملش كده، هو جبان جدا. جاب جون فاكر نفسه بقى جوارديولا، انا هلعب بالكوره ورا وهنقسم مش عارف ايه، وجت ما جاتش يبقى انا 1-0 ضامنها. طب مش كده. معلش هسالك سؤال برضو في النقطه دي، لان مثلا اللي انا فهمته من كلامك يا مارك بتقول ان انت مشكلتك في الفرقه اللي بتيجي تتكتل قدامك. بس هل يعني الفرقه اللي مش بتتكتل اللي بتبقى فاتحه لك ملعب، هل انت كزمالك بتأدي قصادها؟ يعني انت أديت برضو في ماتش الاهلي. ما بقول لك ماتش الاهلي هو جاب جون 1-0، الماتش كله هو بيدافع ورا عشان جبنه. وماتش المصري عامه عامل سيزون كويس لغايه دلوقتي جدا هو كسب المصري 3. سيراميكا اول ماتش لعبناه هو كسب سيراميكا 2. والاسماعيلي هو كسبه 2. هو بيكسب فرق ساعات بتلعب كره هجوميه زي سيراميكا وزي المصري، سيبك من الاسماعيلي. بس الدوري المصري معروف ان اي حد هيلاعب الاهلي والزمالك غالبا 90% او 99% هيبقى متكتل. مش كل الفرق مش زي المحله. والمحله نازله تارجت عندها 38 ماتش هجيب 38 نقطه وهقعد في الدوري. اكتر فرقه متعادله. بس السنه دي في فرق كتير بتلعب طبعا. انت فاكر التصريح بتاع رضا عبد العال بالمناسبه ايام زمان كان طالع في البرنامج يقول لك والله جوارديولا لو جه الدوري المصري هيفشل، اللاعب طارق العشري ومش عارف ايه ورسله المدافعين ورا. انا عايز اقول لك رضا عبد العال، هو اسمه رضا عبد العال بتاع المحله، بعد ما يتعادل علاء عبد العال هو لعب تقريبا 8 ماتشات او 9 ماتشات متعادل 6 ماتشات متعادلين. بعد كل ماتش بيروح يحتفل مع الجمهور انه تعادل. هو بقول لك عنده 38 ماتش، عايز 38 نقطه هيقعد في الدوري. اول 4 ماتشات اتعادل 0-0 بالظبط. اكتر فرقه في الدوري متعادله، اكتر فرقه كلين شيت تقريبا غزل المحله. هو تفكيره كده. انا عايز اقول لك ايه، انا بقول لك خرج ماتش الاهلي لان ده له حسابات وله قصه ثانيه خالص. بقيه الماتشات السهله انت ضيعتها، المقاولين والجونه والمحله ووادي دجله، كل ده انت مضيعه ومش ده اللي يحصل. وكسبان الاسماعيلي ومودرن والمصري والكلام ده كله. فهي مش دي القصه، هو القصه ان هو جبان شويتين، غير ان الفرقه فيها كميه مشاكل عن الفلوس طبعا لا حصر لها. يعني مدرب ما خدش فلوس لغايه دلوقتي، بقاله شغال تقريبا 3 أو 4 شهور ما خدش جنيه من الفرقه، ولاعيبه كتير جدا. فانا انت قلت لي بس انتوا دلوقتي في المركز الكام؟ يعني خلينا ما ندخلش في حته المشاكل دي، هنتكلم عليها كمان شويه. المركز الخامس ولسه مركز خامس. ماتش مؤجل. ماتش مؤجل قلنا لو كسب هيبقى الثالث. بالنسبه للاهلي بقى متصدر ولا الاهلي الثاني؟ سيراميكا الاول، بس فرق ماتش لينا الاول. سيراميكا الاول بس فرق ماتش. يعني لو كسبت مع مين ماتشك ده؟ لا مش عارف الصراحه مع مين، بس لو يعني انا لو بلعب عادي كلنا متعادلين في الماتشات هنبقى الاول. انت هتبقى ايه يا حبيبي؟ هبقى الثاني بعد بيراميدز. ايوه اظبط، هبقى الثاني بعد بيراميدز. اظبط يا ماما كده. بس بيراميدز خلي بالك ناقصه ماتشات كتير، لو كسبوا كله يعني احنا لو كام دلوقتي الترتيب؟ لو الاهلي والزمالك وبيراميدز اتعادلوا في الماتشات هيبقى بيراميدز اهلي زمالك. فرق كام نقطه؟ فرق نقطتين لبيراميدز. لا فرق قليل. فرق نقطتين لبيراميدز، بعد كده الاهلي، بعد كده احنا هنبقى فينا على الزمالك ب5 بونت. الزمالك هو اللي بعيد شويه. مش بعيد قوي على فكره، الزمالك لسه في المنافسه. بس لا في المنافسه بتكلم بعيد في كده يعني. بس انا شايف ان هو يعني لا ادينا زي مارك كده ملخص كمان الاهلي ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت. بص الاهلي قبل ماتش الزمالك نتكلم لسه على ايجابيات او ايه. الاهلي قبل ماتش الزمالك كانت الدنيا زي ما كانت في اول حلقه، ان الاهلي كان عنده شويه نقص في الثقه بين اللعيبه الكلام ده كله. بس بعد ماتش الزمالك لا الثقه رجعت الكلام ده كله. لان احنا عندنا لعيبه كويسه جدا. بس انا برضو لسه عندي نفس المشكله. احنا كسبنا كل الماتشات اللي لعبناها بعد الزمالك على فكره. كسبنا الاتحاد وكهرباء الاسماعيليه ولعبنا ماتشين افريقيا كسبناهم الفرقه البورونديه دي. طبعا مش هقدر احكم على ثروب ده لانه لسه بس شايف ان اكبر مشكله الاهلي بيقابلها الدفاع لحد دلوقتي. انا مفيش ماتش، يعني ماتش الاتحاد الاخير ده نفس الكوره اتلعبت اكتر من 4-5 مرات ناحيه اليمين واللي جه منها الجول.
نفس المشكله، يعني نفس كل حاجه انا بيحصل. بس هي مشكله تكتيكيه ولا دفاع كواليتي لعيبه؟ لا شايف انه لا مش كواليتي لعيبه، على قد لان دي نفس اللعيبه انا بكسب بقى افريقيا بقى لي 4 سنين. شايف ان هي في مشكله شويه من التكتيك. تمام. طبعا احنا كان معانا واحد ابيض اسمه ريبيرو، عماد النحاس جه شويه هدى الدنيا، جه شويه خلى الدنيا تهدى من اللعيبه، اوضه اللبس، النتائج، ركز على النتائج اهم حاجه. المفروض بقى ثروب هو اللي يجي دلوقتي يحسن الدنيا كلها. قدامنا وقت بس شايف لا لسه الدفاع عندنا. يعني انت مشكلتك اللي انت شايفها في الاهلي الفتره الجايه هو الدفاع؟ طبعا رقم واحد. لكن هجوميا الاهلي مستقر؟ لا هجوميا الاهلي مستقر طبعا، عايزين راس حربه كده. انا شايف ان الاهلي محتاج راس حربه، بس هجوميا انا شايف ان لا، مع عبد القادر، مع زيزو، مع امام عاشور لما يجي. امام عاشور فرق قوي مستنيه يرجع. تريزيجيه، بن شرقي، لا انا شايف الناحيه اللي قدام دي كويسه، ما عنديش معاها مشكله. اكبر مشكله الدفاع، وان شاء الله عايز بقى الثقه دي يعني تتقفل بماتشات السوبر، لان ماتشات السوبر مشكلتك في حته المدرب. انا عايز اقول له يا بختك يعني مشاكل لا مشكلتك دفاعيه بس يا بختك. مشاكل عالم اول انا اللعيبه ما بتروحش التمرين يعني مفيش لعيبه العب بيها. بس ده طبيعي، دي دايما مشاكلك يعني ما بتتغيرش. لا بتتغير. لا مش قصدي يعني. لا بس نفس الكلام، هنقعد نقول فلوس ومش فلوس، خلاص بقى احنا يعني بقى لنا هتدفع من جيبك يعني 10 سنين يعني. خلاص هتعمل ايه يعني انا ماليش دعوه بمشاكلك، حلها. انا ما حدش دخلك في المشاكل، انت قلت هتفضل فيها. افضل فيها بس اطلع منها وكلمني. حد قال لك حل لي؟ لا ما حدش قالكش حاجه، ولا لسه هيقول مشاكله. اصل عمال يقول لي يا بختك ومش يا بختك. يا بختك واحد بس بيصحى يفطر فاكهه ومتضايق يعني. مجهودي ما ايه بمجهودي دي ليها الدنيا دي ليها قصه يعني. ركزوا لنا برضه مارك على المشاكل بتاعه الزمالك الفتره الاخيره، المشاكل عموما اللي بتواجه الفريق، غير حته ان هو المدرب. يعني هل المشكله بس في المدرب والفرق اللي بتتكتل؟ اكيد لا، في مشاكل في الزمالك اكتر من كده بكتير يعني. ماشي، هو مش هقدر الوم اي حد دلوقتي، ولا يعني المدرب حتى مش هلومه 100%، لان هي دي الامكانيات اللي انت هتلعب بيها. انت لا عندك قدره ان انت تجيب لاعبين سوبر، ولا عندك قدره ان انت تعاقب حتى لعيب وما تلعبوش، ولا عندك قدره تشيل المدرب وتجيب واحد تاني، لانه هتبقى نفس المشكله برضه، هي نفس اللعيبه. فانت ما قدامكش غير ان انت هتبقى واقف ورا الفرقه في القصه دي. تمام. بغض النظر عن كل المشاكل اللي احنا قلنا عليها، الفلوس والكلام ده كله، لان هي حاجات كبيره عامه، هي مش صغيره، وتجديدات اللعيبه اللي احنا لسه مش عارفين نجدد لها، فهي مشاكل كبيره قوي. بس هي الفكره برضه يا مارك ان المشاكل دي مع الزمالك، انا من وانا صغير في اعدادي تقريبا هي نفس المشاكل بتاعت الزمالك، هي ما بتتحلش. فهل ده دليل ان مثلا اداريا الزمالك مش مستقر من زمان قوي، او الرؤساء اللي بتعدي عليه ما بتعرفش تحل المشاكل الماديه بتاعت الزمالك؟ طبعا بيبقى في مشاكل في رؤساء الانديه كتير، في رؤساء الانديه في سوري ومع بعض بتوع الزمالك ومع بعض يعني، حتى يعني مش مشاكل على قد ما هي مشاكل. انا عندي مشكله مع المجلس بتاعي، لا انا عندي مشاكل مع المجلس اللي قبلي واللي بعدي. بتلاقي دايما ممدوح عباس بعديه اتخانق مع مرتضى دلوقتي مع حسين لبيب. حلها ايه؟ انا مش شايف لها حل الصراحه. حلها ايه؟ لان المشكله عارف حلها ايه؟ حاجه واحده بس، شوف الاهلي بيعمل ايه يعني، بجد والله مش بهزر يعني. شوف الاهلي بيسلم جيل ورا جيل في الاداره. لا هنسرق ونعمل الحاجات دي. ايه مش هنسرق يا عم، حرام الحاجات دي، حرام يا عم. انت عايزنا نمد ايدينا؟ لا اسرق الفكره، مش هنمد ايدينا. اسرق الفكره مني. لا يا عم انا بقول لك اتعلم مني والله. على فكره هو مش غلط. والله العظيم مش غلط يعني. مش غلط ان انت تشوف ان الفرقه اللي احسن فرقه في مصر وفي افريقيا اتعلم منها اداره، اتعلم منها تسويق، اتعلم منها ازاي اشتغل مع اللعيبه. كل المشاكل اللي انا بحلها اتعلم الكلام ده كله. انت عمرك سمعت ان في لعيب عمل مشكله في الفيفا والكلام ده كله؟ لا. اتعلم بقى. يعني ايه اتعلم بجد على فكره، اقسم بالله مش غلط يعني، مش عيب ان انت يعني الزمالك يتعلم من الاهلي، ما عنديش مشكله. تعالى عندنا معايشه يعني، روحوا في اللي خلوا مجلس الاداره عندنا يعمل معايشه. انتوا البلد كلها بتطبطب عليك. لا ده كلام، بص ده اي حد اي عيل صغير بيقعد يقول الكلام ده. لا نفتح الباب ده مش هنفتح. لا الباب ده لو اتفتح مش هيتفتح. ما هو كده هيفضل مفتوح يا حبيبي، عمره ما هيتقفل. طيب لان دايما مش قصدي يعني، بس دايما مش هينفع اقول كده. بس انت عمرك ما هتقر بكده، دي حاجه انت ما ينفعش تبقى متدلع تقول انا متدلع، ما دي ده طبيعي. لا انا مش متدلع، انا ناجح. عمر ما حد يبقى ما هو انت فاكر انت ناجح. لا انا ناجح جدا، وبقع وبقوم عادي، ما عنديش مشكله. انت مش شايفك بتقع اصلا؟ مش شايفني بقع. طب ما انا وقعت من بعد 2010 و11. لا من بعد وقعت ايه اللي حصل يعني؟ من بعد الكونفدراليه. من بعد الكونفدراليه. طب ما انت واخد 2 دوري ورا بعض. فين اللي وقعت؟ فين الفقره اللي انت فين الفتره اللي الاهلي وقع فيها جامد وطلع تاني؟ طب ما دي ميزه، ما بقعش كتير. هو انت عايز يقع زيك 10 سنين مثلا؟ مش 10 سنين، انت ما بتقعش، الاهلي ما بيقعش. طب ما انت مش خدت دوري 21 22؟ هو انت الاهلي ما وقع، الاهلي واخد افريقيا باين فيها، واخد كاس، واخد سوبر. ماشي اهو. فالاهلي اعمل زيي. مش هعمل زيك انا مش مطالب مني ان انا اقع 10 سنين زيك. ما بتقعش 10 سنين زيك، بس انت مسنود، فانت ما بتقعش للدرجه اللي بيقع بيها الزمالك. الحجج والمؤامرات دي انا ما بعترفش بيها. بالظبط، ما هو ده المتدلع، مش شايف ان هو متدلع برضه. طب ممكن نقفل الباب ده عشان الباب ده مش هيخلص، هنفضل خلص الحلقه كلها جدال لا انا عايز اقول لك اصلا انا ومارك احسن 2
شوفوا بيتفرجوا مع بعض، احنا عمرنا انا ومارك شوف احنا اصحاب طبعا. بقى لنا كام؟ طبعا 15 سنه طبعا. عمرنا ما اتخانقنا في اهلي وزمالك. لا انا مش بكلمك على خناقه، لا، انا احنا بتكلم عمرنا باب بنتخانق. الجدال ده مش هيتقفل. كده وقت الحلقه اول حلقه هتخلص فاهم. لا وعايز اقول لك انا ومارك احنا اصحاب بقى لنا 15 سنه عمرنا ما اتخانقنا في اهلي وزمالك، ماشي. مع ان كل طبعاً واحد مصمم 100%. على رايه 100%. وكل 100% بس دايما بس طبيعي لازم ننكش يعني 100%. لا وانا هفضل مصمم على رايي، بس انا عايز اطلب منه طلب قول. يتعلم مني، بس مش مني انا كرضوان يا طبعا، عم، يتعلم مني نفسي كأهلي. تتواضع لوجه الله. إيه لا كاهلي مش يتعلم مني كرضوان طبعا، انا بتكلم على اهلي برضه. يتعلم مني كأهلي. منك ايه بالظبط؟ الفرقه كلها يعني انتوا كلكم اتعلموا من يا الاهلي. عم، معايا البلد انا عايزين نقفله. تعالى نتكلم في السوبر. في سوبر لسه يلا هنتكلم عنه. نتكلم تعالى، في عايزين السوبر. نقفله. يلا. بس قبل السوبر عايزين برضه نتكلم على فرقه نديها حقها، بيراميدز. انا حاسسها برضه نتيجه الفتره الاخيره لا حلوة. اتكلموا انتوا عليها بقى. لا سمعنا لا انا عايز اسمع رايكم انتوا الاثنين، انا مش هتكلم عليها. انا رايي يعني كويس. المشروع عموما كمشروع فرقه بيراميدز يعني. لا مش دعوه بالمشروع، بتكلم عن البطوله اللي عملوها الفتره كمشروع وكفرقه هتنافسك في السوبر قريب يعني. فرقه كويسه طبعا وتقيله ومنافسه بشكل كبير، وكانها مصدره الدوري قلنا دلوقتي. لما تكسب ماتشاتها لما تكسب انت ماتشك، ما انت التاني دلوقتي. خلاص ماشي، ما انا التاني، انا ليه قلت يا انا عم؟ الاول، هل انا قلت ليه الاول؟ لما تكسب انا قلت ماتشاتها؟ سيراميكا الاول، يعني سيراميكا الأول، أنا صح؟ التاني. انت مكرهها تمام. بس انت ليه كام؟ لما تكسب ماتشها؟ لما تكسب ماتشاتها ايه يا عم، ما الفرقه كويسه يا عم، وفرقه عامله نتائج حلوه جدا. مبروك، هم جامدين وخدت فعلا. افريقيا خدوا واخده أفريقيا وسوبر أفريقيا. لعبه ضد الاهلي والسوبر السعودي. افريقي ايوه طب ما ايه، أنا بقول فرقه لك جامده كويس، جدا. عملوا مشروع ناجح جدا عايز اقول لك، ويا ريت تكون في 6 7 فرق بنفس القصه دي، بس فرق جماهيريه ده اللي هيفرق. ما هو الجماهيريه دي صعبه ماركه. لا انا ممكن فرقه تيجي تشتري الاسماعيلي، تيجي تشتري الاتحاد، اي مستثمر سوري مش فرقه يعني، قصدي مستثمر. الاسماعيلي هيقع السنه دي شكله صح. ما خلاص خلاص بقى كده. لحقوه السنه اللي فاتت، بس قصدي مش يعني انه اي مستثمر اه لو عايز يعني يستثمر صح ينقي فرقه جماهيريه، وهشوف هيعمل ايه في مصر. طب قول لي هتعمل ايه قصادها في السوبر بقى؟ انت بتتكلم على بيراميدز، هتعمل ايه قصادها في السوبر؟ والله يعني متوقع ايه طيب؟ لو وصل ضربات جزاء وانا كسبت، كل مره ضربات جزاء معاهم، كل مره ضربات جزاء يا عم، ايه المشكله يعني؟ لا مش قصدي يعني، انت متوقع فعلا ضربات جزاء؟ سكوادهم اعلى بكتير، مدربهم احسن بكتير، واخدين مستحقاتهم، واخدين فلوسهم، كل العوامل تقول ان بيراميدز اعلى من الزمالك، كل العوامل. تمام. احكي لنا بقى اللي هو خط سير الماتش هيبقى ماشي ازاي يعني؟ انت متوقع الماتش هيبقى شايفه ازاي؟ مين اللي هينزل يهاجم؟ الزمالك هينزل يلعب الماتش ده ازاي؟ بيراميدز لا الزمالك هيلعب على بيراميدز نفس القصه، استحواذ وهيودي والكلام ده كله، بس لعيبه بيراميدز تقيله جدا يا جماعه، زي لعيبه الاهلي يمكن اعلى كمان. تقيله جدا، باك رايت وباك ليفت وخط النص والمهاجم بتاعهم فيستو مايلي تقال جدا، والوينج رايت والوينج ليفت، لا لعيبه تقيله جدا 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 على لعيبه الزمالك. الزمالك مطالب بايه بقى عشان يطلع بنتيجه ايجابيه في الماتش ده؟ مطالب ان هو كده هيبدا، انا متوقع ان الزمالك هيبدا لو ربنا كرمه وبدا بجون 1-0، انا مش هرجع ورا تاني، انا مش عايز نفس ماتش الاهلي تاني خالص، ولا اعمل كاونتر اتاكس مظبوطه، ولا بالظبط. برافو عليك. ايوه لازم هجمه مرتده نموذجيه تتعمل هتخلصك الماتش ده مستريح، نفس ماتش الاهلي بالظبط، جبت 1-0 لو عملت هجمه مرتده واحده صح كنت خسرت الاهلي وكنت طلعت، كان زمان معنوياتك دلوقتي في السما رايحه. بس هي القصه ان هو جبان خواف، هو مش يعني ما اعرفش يعمل كده ولا لا، بس يا ريت يكون اتعلم من ماتش الاهلي، لان الدنيا راحت عليه بقى خلاص، ما بقاش ليك حجه اللعيبه انت راحت عليك في ماتش الاهلي بطريقه كبيره جدا، خلاص بقت العين عليك حتى لو مش تاخد فلوس بعد ما كانت العين على الاهلي. بالظبط برافو عليك. بالظبط ده حقيقي. واللي هينزل في الماتش ده المستحوذ، بما ان البطوله كده بتتلعب على ارض الامارات. في الامارات انت كان معاك جمهور، فما فيش ارض في الامارات يعني الزمالك والاهلي من الاخر يعني انت طلعت الامارات يعني الزمالك واهلي كده مالين الاستاد، يعني مش هتلاقي حد بيشجع بيراميدز في الامارات ولا حد بيشجع السيراميكا في الامارات. بس عندك مثلا بيراميدز لما طلعت لعبه الاهلي السعودي من غير الجماهير من غير اي حاجه، عملت ماتش عالمي كان على ارض السعوديه هناك، فكده بيراميدز هتلاعب فرقه بس يعني انا مش عارف انا هقول كده ازاي، بس هو الزمالك فيه ميزه في الماتشات دي، الزمالك في الماتشات الدوري كده ما ثقش فيه خالص حتى كجمهور الزمالك الفتره دي، بس الزمالك عنده ميزه ان في الماتشات اللي هي ماتش ببطوله اللي بتخلص بسرعه زي الكاس، دي حقيقة. السوبر الافريقي، سوبر مصر وصلنا معاه ضربات جزاء، دي حقيقة. السوبر السنه اللي فاتت كسب بيراميدز، الزمالك بيعرف لو في ماتش لا انا هلعبه كويس، بس لو في بطوله انا مش هعرف العبها. تمام، ده رايي يعني، ممكن يبقى غلط يعني، النفس الطويل بالظبط. الزمالك فيه ميزه انه في الماتش لا هو هيركز والجمهور هيقف معاه ماتش، انما كبطوله لا الزمالك في البطولات. بس الماتش ده هينزل بقى ضاغط بيراميدز في الماتش ده، ولا برضو الضغط هيبقى من بيراميدز في الاول وهو هيلعب على الكاونتر؟ مش هيضغط بيراميدز، هيبقى هتقابله من نص ملعبك كده ولا بيراميدز هيضغط ولا الزمالك هيضغط، مش ماتش يعني ماتش اللي هو الفرقه فيها خسرت هتخرج، مستحيل هنزل هاجم بيراميدز. اوكي، وبيراميدز نفس القصه، مش تنزل تهاجم الزمالك يعني، ده مش هيحصل، بس هيلعبوا على فروق اللعيبه. بيراميدز هتعمل على كده 100%، الزمالك لو دور اللعيبه وخرج بالكره زي ما بيعمل هيعرف يجيب القصه دي، اي كاونتر اتاك من الزمالك هيخلص الماتشات. تمام، بالذات بيراميدز. تتوقع كام بقى النتيجه دي؟ اتوقع يعني لو ضربات جزاء للزمالك، اتوقع ضربات جزاء للزمالك او 1-0 للزمالك. تمام، وانت متوقع الماتش ده كام؟ الماتش ده متوقع 2-1 بيراميدز.
2-1 بيراميدز. بيراميدز هتلعب الأهلي بعد طبعاً. الطرف الثاني اهلي وسيراميكا. واتكلمني شويه على سيراميكا برضو يعني دي لا سيراميكا الصراحه بتلعب كره حلوه قوي قوي. علي ماهر عامل شغل انت عارف يعني كده علي ماهر عامل شغل عالي قوي يعني الصراحه. سيراميكا بتلعب بدليل ان هي الاول على الدوري ماتشنا معاها كان صعب وحظها انها اول ماتش قابلته الزمالك. عارف لو دلوقتي كانت ممكن عادي تكسب سواء اهلي او زمالك، مش قصدي الزمالك بس عشان اول ماتش لعب الزمالك، فالزمالك كان عنده الادرينالين عالي شويه فقدر يكسب. تمام. انما سيراميكا عنده لعيبه عاليه قوي، لعيبه عاليه قوي، فخري لقاي لدرجه ان اسلام انت عيسى، عمرو السوليه، كريم الدبيس، لا عنده اسامي تقيله وبيلعب كره حلو. بس الاهلي انا شايف ان شاء الله الاهلي ماتش صعب. ماتش الاهلي مضمون ولا صعب؟ لا مش يعني مضمون طبعا، مفيش حاجه مضمونه بالذات في الماتشات اللي زي ما قلت لك. الماتش البطوله ده بيفرق. السنه اللي فاتت احنا لعبنا سيراميكا على فكره، امام عاشور جاب جول في اخر دقيقه ما كسبناش بطوله برضه. يعني وارد نشوف مفاجاه ان شاء الله. لا ما اعتقدش لا ما اعتقدش. لا بقول ان المفاجاه ممكن تكون موجوده في الماتش بس بعيدا عن التوقع. لا يعني ان شاء الله لا اصل برضه ثورب واللعيبه كمان عايزه تثبت نفسها وتاخد الثقه اكتر واكتر. ما ينفعش انا دلوقتي كسبت الزمالك وكسبت كذا ماتش ورحت كسبان ماتشين في افريقيا، ما ينفعش اروح رادم ومن اول ماتش. لا صعب جدا. مش بكلمك كاهلاوي يا رضوان دلوقتي، مش بسالك كاهلاوي. اي ماتش ما هو اي ماتش بيحصل مفاجاه. هل بقى لا في فرقه مثلا تتوقع منها المفاجاه؟ سيراميكا من الفرق اللي تتوقع طبعا سيراميكا. في فرق سيراميكا المصري مودرن بيراميدز طبعا اتوقع منهم مفاجاه يعني. تمام. اشرح لي بقى الماتش انت متوقعه ماشي هيبقى ماشي. لا متوقع كده ان الاهلي هيستحوذ. الاهلي كده هو اللي هيستحوذ، بس متوقع ان يحصل علينا فرص خطيره فشخ، عشان ده اللي بيحصل في كل الماتشات اللي الاهلي بيلعبها. 3-4 فرص خطيره جدا جدا. تمام. بس متوقع الاهلي هو اللي هيبدا يمسك كوره وهو اللي هيباغت بالهجوم وهو اللي هيبقى عايز يضغط وهو اللي هيجيب الجون والكلام ده كله يعني. ده اللي متوقعه. بس الماتش هيبقى صعب جدا الصراحه. بس قلقان جدا من دفاع الاهلي. بس لا برضه في نفس الوقت زي ما انا قلقان من دفاع الاهلي زي ما انا واثق في اللعيبه يعني. في الماتشات الكبيره انا واثق فشخ في لعيبه الاهلي. فمتوقع ان شاء الله ان الاهلي هيكسب يعني. كام؟ 2-1 الاهلي. 2-1. مين اللي هيبتدي تسجيل؟ اللي هيبتدي تسجيل بنتكلم ممكن مش كلاعيبه اهلي ولا زمالك؟ اهلي ولا سيراميكا؟ لا اهلي ولا سيراميكا؟ الاهلي. طب لو خلينا نقول سيناريو مثلا ماتش سيراميكا بدات وجاب الجول. لا ماتش ماشي 0-0 الدقيقه 60 سيراميكا جابت جون واحد عادي 2-1 عادي. الاهلي يعرف يرجع في نص ساعه في 10 دقايق يعرف يرجع يجيب جول. توقعك للماتش ده مارك 5 دقايق انت شايف؟ متوقع الاهلي هيكسب. ممكن مرتاح برضو ولا هيبقى ماتش؟ لا ماتش رخم كده. الماتشات اللي بتبقى برضو غالب ومغلوب دي بسرعه اللي يخرج دي نفسي الصراحه الفرقه كلها بترخم قوي يعني. كله بيرخم، كله بيعمل حساب لكله. بس انا متوقع ان الاهلي هيكسب 2-0 تقريبا. نفسي الفاينل اهلي وزمالك الصراحه. انا بحب ماتشات الاهلي والزمالك يعني. هيبقى حلو برضو في الامارات وجماهيريه وجمهور ثالثه يمين. ودي يا جماعه كانت قعدتنا النهارده، كانت قعده حلوه من بتوع زمان ولسه عندنا قعده كمان بعد الماتشات دي اللي اتكلمنا عليها كلنا. يا رب تكون القعده كانت خفيفه عليكم. سلام.